السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعدلوا الملوزه ديال الكاوكاو. كنحتاجو في المقادير: عندنا هنا كيلو الكاوكاو بلا قشور، 200 غرام السكر كلاصي، عندنا البيضات، معلقه الزبده، واحد الخماره كبيره، 2 معالق المايزينا، 2 معالق كونفيتير فاني، وقشور الليمون. بسم الله نبداو. اول حاجه كنطحنوا هاد الكاوكاو، كنطحنوه مزيان حتى يرجع بحال العجينه. كنزيدوا له السكر كلاصي، كنعملوا له البيضات. انا هنا غنستعمل 4 البيضات ونخليه يرتاح واحد تقريبا 1-2 ساعات، عاد غنرجع نكمل عليها. ديك الساعه نشوف واش غنزيد البيضات ولا لا. يعني اول مره كنخليوها خفيفه، هي ملي كتبقى ترتاح كتقصح. هانتوما كيفاش نيه خفيفه. خليتها ترتاح 1-2 ساعات. هانتوما كيفاش كرجعت، كيفاش شربت، مبقاتش كما كانت خفيفه. كنزيدوا المكونات اخرى كاملين مع بعضيتهم، يعني المايزينا، خميره، فاني، الزبده والكونفيتير وقشور الليمون. يعني كنزيدوا المكونات كامله وكنخلطوا، وعاد كنشوفوا واش غنزيدوا لا البيضات ولا لا. كنخلطوا مزيان. هانتوما يعني الملوزه الكاوكاو ما خصهاش تكون خفيفه، لان الكاوكاو كيسيح، هو كيسيح كيتشرح في الفران. يعني صافي، يعني هذا الكيلو الكاوكاو هز لنا 4 البيضات، ما زيدتلوش البيضات. كنجوزو التشكيل، يعني كنكوروها. كنبداو نفندوها في السكر كلاصي. بالنسبه للتشكيل اللي بغى يخليها يعني بلا زواق لا حتى حاجه، يعني كيعمل له واحد الثقبه في الوسط ويعمل له واحد الكاوكاوه. اللي بغى ينقشها يعني بالشفره بحال ملوزه د اللوز او هيداك. انا هنايا غنستعمل هذا المرشم. ها هو كيفاش نوض الملوزه. ها كيفاش كترشم. ملي كنساليو كندخلوها للفران، كيكون مسخن من قبل. انا كنسخنوه من 250 درجه. ملي كندخلوها كنقصوا الفران، يعني كندخلوها كطيب من تحت. ملي كنشوفوها بدات كطيب كنشعلوا الفوقي باش كطيب من فوق ومن تحت. الشكل ديالها من بعد ما طابت، هي كيفاش كتجي مفتوحه بداك المرشم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنشكركم بزاف، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.